أهلا ومرحبا بكم بقناة المدربي لين عبود، قناة تعليمية رح تنشر تباعا عدة فيديوهات بتهم الطلاب من حيث المواد التعليمية. مبدئيا رح يكون للطلاب التاسع بالمنهاج السوري، وعلى المرحلة المتتالية رح يكون عنا عدة مواد أخرى رح نتداولها أنا وياكم. حبيت بلش بمسألة السطرين اللي هي دائما بنوقف عندها شوي نحنا والطلاب، وأحيانا بينسوا. طبعا أي مادة خاصة المواد العلمية هي بحاجة لممارسة وتدريب، واليوم إن شاء الله تكون الطريقة سهلة وقريبة لكل ذهن طالب. عنا المادة كيمياء، مسألة السطرين. أهم النقاط طبعا نحنا أول شي رح ناخد الفكرة الأساسية، وبعدين رح نعمل مثال تطبيقي، وأنا أعطيكم عدة مسائل ونطبق أنا وياكم سوا. يلا بسم الله نبدأ. أهم النقاط رح نداولها. بنلاحظ نحنا في عنا رقم بيكون موجود دائما بنص المسألة، هو بيبدأ في المسألة. مثال رح أخذ أنا مثلا هون تمرين، اقرأوا. محافظة القنيطرة دورة 2014 يحترق 0.1 مول من غاز. إذا موجود دائما، بلاحظ بأكثر دائما في عنا عدد من، قد يكون عنصر، غاز، مركب. إذا العدد الذي يوجد بنص المسألة أين نضعه؟ نضعه في السطر الثاني. طبعا نحن بنعرف إنه المسألة هي عبارة عن سطرين، سطر أول سطر ثاني، وملاحظ حرف الجر من هو بيدلنا على اسم العنصر أو المركب اللي نحن رح نعرف العدد تحت أي عنصر يعني نحطه بالسطر الثاني حصرا. طيب الأسئلة الأكثر شي بتمر نحن عنا وتداولا، طبعا مو ضروري يجي بنفس الترتيب، بجوز بترتيب مختلف. أخذنا مثلا نحن هلا احسب عدد المولات من اسم مركب أو عنصر ما، فقد يكون هناك كلمة متفاعل. إذا نحن بنعرف أنا وياكم إنه مسألة السطرين دائما في عندها قسم متفاعل، هو اللي بيبدأ مع العنصر أو مركب أو عنصرين أو مركبين، وبيعطينا مواد ناتجة. فهو بيحدد لك مواد متفاعلة، فأنا شغلي بالقسم الأولاني، أو ناتج أنا شغلي بالقسم الآخر. فطيب أنا شو بساوي؟ مبدئيا أول مثلا 3-4 مسائل أنتوا تتعاملوا بهالأسلوب. أنا بساوي بهالحركة هاي، بكتب هون سطر أول، سطر تاني. طيب يا آنسي تفضلي السطر الثاني شو بنحط فيه؟ أنا ما خلصت إيدي عند السطر الثاني، بضل واقفة هون. السطر الثاني إذا كان مكتوب عدد المولات نضع الرمز إن والواحد مول. وين يا آنسي هدون؟ بالسطر الثاني تحت العنصر أو المركب بالقسم اللي هو مخبرني عنه أثناء طرح السؤال. طيب نرجع مرة تانية للسطر الأول. طب يا آنسي السطر الأول أنا كيف بدي أعبي؟ شو بنكتب هون؟ نأخذ عدد المولات الذي يقع أمام المركب أو العنصر. طيب هلا هدول طبعا احنا خلال المثال رح نرجع نطبق كل شي حكينا. الكتلة بيكون عاطينا السؤال احسب الكتلة، بذاكريننا هنا طبعا اسم اللي احنا بدنا اياه مكتوب ايضا، يا اسم ناتج بالقسم الثاني او المتفاعل بالقسم الاول. كمان باخد كلمة كتلة بعمل عليها سهمين. شو بنكتب هون؟ أحسنتوا، سطر أول، هون سطر تاني. طيب يا أنسي السطر التاني شو بدنا نحط الرمز؟ بنحط ام، وفي أحيان عالم بيستخدموا اكس، ما عنا مشكلة، ام غرام. أيوة فهمت عليكي. طيب وبنرجع هلا للسطر الأول. السطر الأول يحسب من الكتلة من علما أن، طبعا هلا أثناء المثال اللي احنا راح نحله بنتعلم كيف طريقة الحساب. طيب عندنا السؤال الثالث بنطرح علينا أحسب حجم غاز الهيدروجين، الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون، أي غاز منطلق. وأحيانا بيجوز يقولون أحسب حجم الغاز المتفاعل في الشرطين النظاميين. طيب يا أنس أنت لاحظتي دائما عند الكلمة بتعملي سهم أول سهم تاني. أحسنتم. وهون شو بدنا نحط يا حلوين؟ سطر أول سطر تاني. ما أنا انتهيت هون عند هاي الكلمة سطر تاني بضل. إذا بالسطر الثاني نضع رمز V لتر
تمام خلصنا؟ لا، بنرجع على السطر الأول ونضع 22.4 ضرب عدد المولات إن وجدت. طيب يا آسف، إذا ما وجد ضرب واحد يعني بيبقى 22.4 لتر. أيوة هلأ أنا فهمت عليكي. فإذا هاي التعاليم اللي احنا أخدناها هلأ أنا وياكم، أنا رح تبقى على كل مسألة رح تمشي معي. وهيك الفيديو الأول التوضيحي لأهم النقاط اللي رح تمر معنا نحن بمسألة السطرين، رح تكون نحن نبهنا عنه. وهلا من خلال المثال أنا وياكم رح نصير نتعلم أكتر. طبعا أنا دائما هاي القناة عملتها مجانية، وهي إهداء لجميع الطلاب ولطلاب الحلوين اللي هن لظرف ما نحن يعني نغير المكان هاي. فأنا مشتاقة لكم كتير وبحبكم كتير، وإن شاء الله يا رب تقدم لكم هاي القناة الفائدة، والتوفيق الدائم لجميع طلابنا.